صباح الخير، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. انا مش عارفه اظبط الموبايل اكتر من كده بصراحه، فايه هحاول اظبطه تاني واجيلكم. اللي ظبط شويه قبل كده كان بيبقى مظبوط اكتر، بس يعني هو ده المتاح حاليا. انا لسه صاحيه من النوم، وطبعا واضح على عيوني المنفخه ان انا لسه صاحيه دلوقتي حالا. ورايح مليون الف حاجه، انا 24 ساعه ورايا مليون الف حاجه، مش عارفه ليه، على الرغم ان انا كنت شخصيه ما وريش اي حاجه وعلى طول قاعده فاضيه، بس الحمد لله. المهم هحاول اصور لكم الفيديو ده بسرعه، لان انا عايزه اصور لكم الفيديو ده من ساعه ما صورت الفيديو اللي قبله اللي نزلته لكم قبله، فخلونا نصوره كده برضو في السريع زي كل فيديوهاتنا. بس ايه رايكم في الستايل ده؟ بصوا، هو ده مش بتاع شي ان، ده من بره شي ان عادي، بس هو تقليد يعني. بس كنت بفكر اجيب بتاع شي ان الاصلي، حاساه هيبقى احلى برضو، لان هو مفيهوش التفاصيل ده، وبتاع شي ان اخف شويه، انما ده مصري قوي باين عليه يعني. خلونا اوريكم. انا جبت عبايات من صفحة مريم، هحط لكم السكرين بتاع صفحتها هنا كده ان شاء الله، يعني باذن الله في المونتاج. مريم بتنزل عبايات حلوه جدا. لسه والده قريب، فالحمد لله على سلامتها، يعني ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامه. المهم، كانت عامله اوبن داي، واوبن داي كان قريب مني. هي كانت عامله برضو في شهر 10 اللي فات، وانا قلت لماما نروح، بس ساعتها ما عرفناش نروح. فعملت اوبن داي جديد، فقررت انه لا، لازم أنا اروح، يعني لازم أنا اروح. بصوا، رحت اشتريت منها كذا عبايه، اشتريت عبايات كتير. بس هوريكم النهارده عبايتين، فيهم شتوي وفيهم صيفي. هي دي مريم حجاب، ودي بياناتها بقى يعني. وشوفوا هنا كاتبه ايه. بصوا، هي بنوته زي العسل حقيقي، يعني انا كان نفسي اقابلها من زمان، لان انا متابعه صفحتها، الصفحه بتاعتها من زمان قوي. فلما رحت انا شفتها وحضنتها وسلمت عليها، كنت مبسوطه قوي ان انا شفتها بصراحه. هي زي العسل. وستايلها في اللبس، بصوا بياخد قلبي كده، بيخطفني على رأي حبيبه. المهم، خلونا اوريكم دلوقتي عبايتين. عبايه خليجي شتوي، ودي احسن حاجه بقى ان انا ايه، جبت عبايات شتوي، لانه العبايات الشتوي مش موجوده قوي او مش منتشره اصلا في الفكره المصريه، بس هي بتنزل منها. المفروض ان انا كنت رايحه على اساس الاوبن داي، كانت منزله حاجات اسعارها تحت خالص، ما بين ال 230 وال 290. طبعا انتوا عارفين ان الرؤيه دايما متاخر، فرحت متاخر، كان الاوبن داي خلص، بس اشتريت حاجات من البراند بتاعتها هي، مش من براند مش من الاوبن داي. يعني كانت العروض خلصت، مش العروض كانت خلصت، العبايات اللي كانت خلصت بصراحه. ثانيه بس عشان هنا في تراب. قمر ولا جمر؟ المهم، او ابدا بالصيفي ولا بالشتوي؟ انا بصراحه عايزه ابدا لكم بالشتوي، لانها عجباني قوي قوي قوي. يعني بصوا، اللي انا لابساها دي انا جايباها من مصر هنا، لانها عجباني قوي قوي. بصوا، عايزه اقول لكم كلكم والخامكم بتقول لي ماما ايه، لو طلعت وبره واحده ولا فتله واحده بعد سنه هاتيها رجعها لي. انتوا متخيلين هي واثقه في البراند بتاعتها قد ايه؟ بس الحاجات شكلها شيك قوي، وانا بحبها قوي، بحب الستايل بتاعها قوي. طبعا انا كنت عايزه اخد كل العبايات من جمالها، بس اخترت كام واحده بس. بجد كانوا حلوين، واسعارهم في الاوبن داي كانت نازله يعني 200 جنيه ولا حاجه من كل سعر عبايه. هحط لكم صورتها عليها وهي لابساها برده هنا، واوريكم صورتها كده يعني، واوريكم الخامه بقى وشكلها من قريب وكده. انا مش عارفه هي مكتوب ايه، مرمريه حجاب. هي مسميها مرمريه، وهي اسمها مريم، وخلفت بنوت اسمها ماريا. بصوا الكياته، وهي عبايه جايه كده ونصين من هنا ومن هنا. انا عايزه اقول لكم دي في اللبس خطيره، يا ربي انا ما شكرتش في حاجه، بجد خطيره. انا عايزه اتجوز دلوقتي حالا عشان البسها، بس انا هنا في الجهاز. عايزه اوريكم حاجه حلوه قوي. بصوا هوريكم، هي من تحت مش جايه، هي طويله عليا شويه، انا هقصرها. هي من جايه من تحت ايه، بكروازو كده، مش عارفه اسمها ايه، كروازو مش عارفه، جايه كده، شايفين؟ وجايه من الجنب التاني برضو كده، فهتبقى حلوه قوي على الكتاشي اهي. على الكوتشي دي ما اقولكوش بقى. فين البراند؟ عايزه اوريها لكم العلامه، ايوه. مش هتظهر برضو اهي، يعني شايفينها. في كيوت قوي في اللبس بصراحه. عايزه اوريها لكم ملبوسه، بس مش عارفه اذا كنت عارفه البسها ولا لا، بس يعني شايفين الخامه من قريب، الخامه بجد خامه تعيش يعني، حاجه للعمر يعني.
احذف هناك ولا يهمك. فعجبتني قوي، حبيتها جدا. وهوريكم بقى الصيفي. دول الحاجات اللي هي عايزه ايه، يعني عايزه مناسبه او عايزه حاجه انه يعني تكون حاجه كبيره، او ما البسهاش وانا رايحه كده الجامعه وبتاع وكده، لا. فخليني اوريكم بقى ايه دي كمان. انما جايبه حاجات تانية شتوي بس ايه كده خفيفه للخروج. جايبه واحده عشان لما احمر كمان. شوفوا انا بفكر في المستقبل ازاي. الصيفي مش راضيه اعدلها ليه. عايزه اقول لكم دي بقى بجد الحاجات اغلى من ثمنها بكتير. يعني انا لو جبتها من حته تانية هجيبها 900 و1000 و1500 كمان. ده اذا كانت جنبنا هنا اللي هم الحاجه المحليه اللي جنبنا اقل حاجه 1000 جنيه يعني. فبجد دي هتحسوا انها شفافه، بس في اللبس هي مش شفافه خالص. كده كده انا بلبس تحت، بصوا يعني ده اصلا بادي كامل بكم، فبلبس طقم كامل تحت الهدوم تحسبا لاي حاجه. وفي نفس الوقت لان انا بدخل اي مكان فيه بنات بقلع العبايه، ما بقدرش افضل قاعده بقى اكتر من كده، فبكون لابسه طقم كامل تحت. بصوا الخامه من قريب والرسمه بتاعتها عامله ازاي. مش على الخامه والرسمه بس، شكلها في اللبس خطيره خطيره خطيره. لا بصوا انا موهومه بالبتاع ده. هوريكم العلامه من تحت. مرمريه حجاب، وريحتهم فظيعه ما اقولكوش. يعني الريحه لسه قاعده فيهم وهتفضل قاعده فيهم بتهيألي. معرفش دي ريحه شبه الريحه اللي بتكون في الحاجات بتاعت السعوديه دي اللي هي ما بتروحش. ريحه حلوه يعني، ومش عاليه ان اي حد يشمها، لازم لما تحضني العبايه كده. فبصراحه انا حبيت قوي. هحط لكم صورتها برده هنا كده. ولو عرفت اتصور وانا لابساهم اتس اوكي، ما عرفتش ما تتضايقوش وقولوا لي اذا كان ده بيضايقكم اصلا ولا لا. الحاجات التانية هوريها لكم في فيديوز تانية. المهم اكتبوا لي لو حابين احط لكم اللينك بتاعها تحت في الكومنتات ولا حاجه. اللينك بتاع الصفحه بتاعتها هي مش فاتحه الحجز دلوقتي، بس لما تفتحوا تبقوا تتابعوها لان ستايلها انا بحبه جدا، بستوحي منه حاجات كتير. وعايزه اقول لكم البنت رقيقه جدا، معاملتها زي القمر. البنات اللي كانوا هناك كمان زي القمر. صاحبتها اسمها ساره زي العسل، حبيتها قوي. كلهم حلوين بصراحه ويتحبوا. ونفسي تعمل اوبن دي تاني. انا ساعتها سالتها على الطرح اللي عندها وقالت لي وبعد كده ماما اتكلمت في موضوع واتكلمنا في موضوع تاني فنسيت الطرح، وللاسف ما جبتش طرح. وكان نفسي اجيب طرحتين ولا حاجه من عندها، بس تتعوض ان شاء الله. يا اما هطلبهم اونلاين يا اما لو عملت اوبن داي تاني هروح. و برضو في بالتو كده هحاول احط لكم صورته هنا. هي نزلته للشتاء بس قافله الحجز عليه دلوقتي. فلما تفتح الحجز انا هطلبه على طول وبرضه اعمل لكم ريفيو عنه ان شاء الله. بس المشكله في ان هي ايه الحاجات لما بتطلبي الحاجه من عندها اونلاين بتوصل في وقت متاخر شويه غير لما تروحي الاوبن داي. فانا حبيت بصراحه الاوبن داي اكتر بكتير. بس بحبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه. واعملوا لايك عشان اصحى من النوم عشان اصور الفيديو ده مخصوص. وبس يلا لو حصلتوا اي حاجه او اي سؤال اكتبوه لي تحت في الكومنتات. مش عارفه اقولي بس مش عايزه اقفل الفيديو بس. والى هنا تنتهي حلقتنا ايها المشاهدون الاعزاء. بحبكم، باي باي.